السلام عليكم ورحمة الله. معكم المستشار محمد الحسيني من قناة الميزان الذهبي، وكلامكم النهاردة عن سر زواج وطلاق أسرار الحكيم وزوجها الأول. تزوجت الفنانة أسرار الحكيم من زوجها الأول المحامي ورجل الأعمال مجدي جودة عام 1987، وكانت كل المؤشرات تبشر بزواج ناجح وهادئ ومستقر، لأنهم تزوجوا عن قصة حب بالإضافة إلى طبيعة شخصية كل منهما، والتي تميل إلى الهدوء والاستقرار والعقلانية، ولم يعرف عن أحدهما ميله للجنوح أو الشطط. وبعد قضاء شهر العسل سأل أحد الصحفيين أسرار الحكيم عن شهر العسل، فقالت له هو كان عسل وبيض. فضحك الصحفي وقال يعني إيه عسل وبيض؟ قالت له أنا ما بعرفش أطبخ، ومجدي ما بياكلش أكل من بره، والحاجة الوحيدة اللي أعرف أطبخها هو البيض سواء كان مسلوق أو مقلي. فقضينا شهر كامل 80% منه على البيض، ومع ذلك كنا في منتهى السعادة والرضا. وأنجبوا أبنائهم علي وعبد الرحمن وعمر. وفي السنوات الأولى من زواجهم كانت العصر الذهبي لآثار الحكيم في السينما، حيث انهالت عليها الأعمال الفنية وأصبحت مطلوبة من المنتجين السينمائيين نظرا لتحقيق أفلامها إيرادات عالية. فبدأت تنشغل عن البيت وتربية ورعاية أبنائها. وكمان زي ما هي قالت عن زوجها مجدي إنه راجل بيحب البيت وحياة الأسرة والاستقرار والدفء العائلي، لدرجة إنه ما بياكلش بره البيت ولا أكل جاي من بره البيت. فبدأت تنشأ خلافات بينهم، وطلب منها إعطاء وقت واهتمام أكثر لأبنائها وللبيت بصفة عامة. ولكن حبها الشديد للفن والتمثيل كان صعب عليها أن هي ترفض أعمال سينمائية، وخاصة إذا كانت بطولات مطلقة. فشعر زوجها إن مش دي هي الحياة الزوجية التي كان يأملها، فتزوج من امرأة أخرى، فطلبت آثار الطلاق وأصرت عليه، وكان لها ما أرادت. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد.